والنبي لو حد يعرف حد من اتحاد الكرة يكلمه بسرعة، اصل الزمالك بيغرق، خلوهم يلحقوه بسرعة. لو اول مرة تشوفنا يا صاحبي اشترك في القناة وفعل زر الجرس وشير للفيديو علشان اكتر ناس تشوفه ويعرفوا ان اتحاد الكرة بيساعد الزمالك. ويلا بينا على الفيديو بسرعة، يلا بينا. طبعا النهاردة 1 يونيو، يعني ايه 1 يونيو؟ يعني يوم 31 مايو خلص. هتقول لي يا راجل بجد الكلام ده؟ اقول لك ايوه بجد. الرخصة الافريقية كان اخرها امبارح الساعة 12 بالليل، والساعة لما دقت 12 المفروض كان الكاف أو الاتحاد المصري يعلن رسميا دخول النادي الأهلي دوري أبطال إفريقيا بدلا من الزمالك، لأن الزمالك ما قدرش يسوي ولا قضية واحدة من اللي عليه. هتقول لي ولا قضية واحدة؟ ده الزمالك حل 8 قضايا. أقول لك والله ولا قضية واحدة. احنا اللي لينا موقع الفيفا الرسمي وترانسفير ماركت بتقول لك ان الزمالك عليه 18 قضية. فين التمانية اللي اتحلوا؟ موقع الفيفا ده ايه؟ لسه عليه 18 قضية زي ما هما ليه. طب ما حد يكلم لنا، حد من يا انفانتينو، ايه الدنيا؟ الزمالك ماله؟ هيقول لك هيبقوا 19 بكرة، فما حدش يكلمهم دلوقتي. الزمالك لسه عليه 18 قضية ما سواش الديون اللي عليه، فبالتالي ما قدمش مستندات للكاف ان هو مسوي القضايا اللي عليه، وان هو ما فيش عليه مديونات سواء للعيبة او جهاز اداري او جهاز فني او اي حد خالص من قطاع الكورة، علشان يقدر ياخد الرخصة الافريقية من الاتحاد المصري علشان يشارك في الاتحاد الافريقي. طب ايه اللي حصل؟ اتحاد الكرة المصري حاليا في الوقت اللي انا بكلمك فيه ده هو اللي بيتحرك وهو اللي بيتكلم وهو اللي بيعمل اتصالاته علشان يلحق نادي الزمالك، مش ادارة نادي الزمالك هي اللي بتتحرك. يعني انا اجزم ان كابتن حسين لبيب دلوقتي قاعد ماسك كوباية شاي بلبن وقاعد بيشربها، وهنا ابو ريدة هو اللي طالع عينه علشان يحل مشاكل الزمالك. ما هو اتحاد الكورة مفيش عنده غير مساعدة الزمالك المصري بس. النادي الاهلي لما كان بيشارك في دوري الابطال اتحاد الكوره ما بيساعدش الاهلي، اتحاد الكوره ما بيقفش جنب الاهلي، اتحاد الكوره ما بيحافظش على النادي الاهلي. لا هو بالعكس. ويا باشا الزمالك في دوري الابطال يلا بينا نسنده، يلا بينا نرفعه لفوق. ده اتحاد الكوره وده هنا ابو ريده. ويجي واحد زملكاوي يقول لك نظريه المؤامره، اصل الاهلي هو اللي بيتجامل والاهلي هو اللي بيتعمل والاهلي هو مش عارف ايه. فين يابا اللي بيتجامل؟ فين الاهلي اللي بيتجامل؟ فين؟ تعال بينا نشوف قانون كرة القدم داخل الكرة الافريقية في افريقيا جوانا مع بعضينا كده. قارة افريقيا القانون بتاع كرة القدم فيها خصوصا قانون المشاركة في دوري ابطال افريقيا او في الكونفدرالية الافريقية، ان انت دلوقتي دوري ابطال افريقيا اي دوري داخل القارة الاول والتاني، الاول والتاني، الاول والتاني. تعال نطبق عندنا في الدوري المصري. الاول الزمالك يشارك في دوري الابطال، التاني بيراميدز يشارك في دوري الابطال. يعني كده اللي رايح الزمالك وبيراميدز. حلو؟ لا مش حلو. ما هو في تكملة للقانون بتقول لك ان اي فرقة من الاتنين اللي مشاركين دول سواء الزمالك او بيراميدز، اي فرقة منهم عليها ديون او عليها قضايا سواء للاتحاد الافريقي او للاتحاد المصري بتاعها او للاتحاد العالمي او او للفيفا الاتحاد الدولي، فبالتالي يمنع من المشاركة في دوري الابطال وياخدوا اللي بعده على طول. طب دلوقتي الزمالك عليه 18 قضية في الفيفا وعليه 18 قضية ايقاف كده يا باشا، 18 قضية، وعليه مديونات تقدر ب 371 مليون جنيه، 7 مليون دولار. ايه الدنيا؟ ده القانون. انت ليه مسكت في حتة القانون؟ اصل الاول هو اللي بيروح دوري الابطال. طب ما تكمل القانون. خالد الغندور لما بينزل الفيديو بيقول لك اصل الاهلي عايز يلعب عن عدم استحقاق وعن عدم جدارة. ما تكمل القانون يابا وانت تعرف ان هو عن استحقاق وجدارة. ما هو انت فين مبدأ تكافؤ الفرص؟ انا نادي بدفع فلوس اللعيبه، بدفع فلوس المدربين، جبت مدرب وحش ماشي، انا جبت مدرب وحش استحمل ده وادفع له والله انصب عليه، استحمل وادفع له فلوسه ولا انصب على المدرب ده. الزمالك بينصب، فبالتالي بتبقى قضية عليه.
شوف نصب على كام واحد بقى من السنين اللي فاتت دول كله. الاهلي يابا بيدفع. مدرب وحش استحمل، خد فلوسك اتكل على الله. ليه يروح يعمل لي قضيه؟ اللعيبه بتاخد فلوسها، الجهاز الفني بياخد فلوسه، الجهاز الاداري بياخد فلوسه. نادي مسوي كل حاجه عليه والميزانيه بتاعته 100%، والنادي التاني الميزانيه بتاعته سالب مليار بالسالب كل سنة، وما بيتمش محاسبته. وهفضل اقولها ان الكاف قبل كده اتحاسب ودفع 5000 دولار علشان نادي الزمالك خد الرخصة الافريقية قبل كده عن عدم جدارة وعن عدم استحقاق. افهموا القانون كويس يا زملكاوية قبل ما تتكلموا. طب ايه اللي يخلينا نعرف ان كل الكلام ده صحيح؟ حاجة بسيطة حصلت امبارح قبل ما المدة ما تخلص وقبل ما الساعة 12 تيجي، ان الاتحاد الافريقي بعت وبلغ الاتحاد المصري في خطاب رسمي ان لو تبين ان النادي المشارك في دوري ابطال افريقيا او الكونفدرالية، النادي المشارك في البطولة الافريقية عموما، لو تبين ان هو واخد الرخصة الافريقية عن عدم استحقاق وهو عليه قضايا وعليه مستندات مالية تثبت ان هو عليه قضايا وعليه حاجات كتير وعليه فلوس كتير لأي شخص سيتعرض الاتحاد المعني والنادي لعقوبات مالية ضخمة، وسيتم استبعاد النادي من المشاركة الافريقية من البطولة الافريقية. معنى كده ايه؟ ما هو معنى كده ان الزمالك بره دوري ابطال افريقيا. معنى كده ان الزمالك المهلة جت عليه، ما قدمش مستندات مالية تثبت ان هو معلهوش حاجة، فبالتالي يتم استبعاد النادي من بطولة دوري ابطال افريقيا. ليه بقى الاتحاد المصري بيتحرك علشان يساعد الزمالك؟ ليه الاتحاد المصري هو اللي بيحل ازمات الزمالك؟ ليه الاتحاد المصري هو اللي بيحرك نادي الزمالك؟ نادي الزمالك كان قدامه من يوم 31 مارس، يعني من شهر 3، من اخر يوم في شهر 3 لحد اخر يوم في شهر 5، شهرين 2 معرفش يسوي قضية واحدة. وميزانية نادي الزمالك مش هيدخل فيها الفلوس بتاعت التطبيق اللي الجماهير راحت دفعتها للنادي، لان الاتحاد الافريقي قال لك ان تسوية القضايا بتبقى عن طريق ميزانية النادي، وميزانية النادي ما بيدخلش فيها اي فلوس غير بمستندات. وطبعا تطبيق زملكاوي اللي معمول اللي الجماهير بتدفع عليه الفلوس ملوش اي علاقة بميزانية نادي الزمالك، ولا يربطه صلة بميزانية نادي الزمالك، فبالتالي فلوسكم راحت عليكم. لازم يتم فتح تحقيق. فلوس الجماهير راحت. الجماهير اللي جريت وقالت لك اصل النادي بتاعي، اصل النادي مش عارف ايه، وبيدفعوا من قوت يومهم. الجمهور بيدفع من قوت يومه علشان النادي، وفي الاخر مفيش يا باشا ولا قضية اتحلت. واحد زملكاوي يطلع يقول لي في قضية واحدة اتحلت. اصل كل يوم نلاقي واحد يقول لك ايه، تم حل القضية الاولى حلو، تم حل القضية التانية حلو، تم حل القضية التالتة، لحد ما وصلنا للقضية رقم 8. جينا ندخل على ترانسفير ماركت وعلى موقع الفيفا، ما شاء الله 18 قضية زي ما هم. إنا لله وإنا إليه راجعون. متقدرش تقول غير كده. ملخص الحوار ان الزمالك ملوش ان هو يشارك في دوري ابطال افريقيا خلاص، ولو تم مد المهلة هيبقى بسبب مساعدة الاتحاد المصري للزمالك. دي الناهية. وان النادي الاهلي هو اللي المفروض يدخل مكان نادي الزمالك، لان النادي الاهلي مسوي كل اللي عليه، والنادي الاهلي ميزانيته على مر السنين اللي فاتت ما فيهاش غلطة. النادي الاهلي بيدفع فلوس المدربين اللي بيمشوا والمدربين اللي قاعدين، النادي الاهلي بيدفع فلوس اللاعيبة في ميعادها، النادي الاهلي مسوي كل حاجة عليه، فبالتالي يستحق ان هو يكون موجود بالقانون. القانون هو اللي بيقول كده. انت نادي ناصب على كل اللي عندك، ناصب على لعيبة، ناصب على مدربين، ناصب على مساعدين المدربين، ناصب على جهاز اداري، ناصب على كل الناس. الميزانية بتاعتك بالسالب، ما تستحقش تبقى موجود. دي النهاية وده الحوار.
والاتحاد المصري هيساعد الزمالك كالعادة، وهنشوف ايه اللي هيحصل في الحوار. لو وصلت لحد هنا يا صاحبي اشترك في القناة ما تنساش، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شير للفيديو علشان الناس تعرف قد ايه الزمالك بيتساعد من الاتحاد المصري، قد ايه الزمالك بيتم مجاملته من الاتحاد المصري. شكرا لوجودك ودعمك، سلام.